ازيكم عاملين ايه اخوات وحبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى يا جماعه اقول لكم على طريقه العمل الكاتشب في البيت بطريقه سهله جدا وموفره جدا جدا. طبعا كيلو طماطم يا جماعه عمل لي كميه رهيبه، وكل المكونات اللي انت بتضيفيها على الكاتشب موجوده في كل بيت. انا اتحداكم يا جماعه ان انتوا ما يبقاش عندكم المكونات المطلوبه. هنا كيلو طماطم قطعته عشوائي كده بطريقه عشوائيه، حطيته على النار وعليه ربع كوبايه ميه لحد ما استوى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تمام. هجيب بقى افرمه كده في الخلاط كويس جدا واصفيه من اي طفل بقى. شايفين كده اي بذور هتطلع فيه كده لازم يتصفى كويس جدا. تمام. احطه بقى على النار واحط عليه المكونات اللي انا هقول لكم عليها دلوقتي. طبعا يا جماعه معلقه بابريكا كبيره. تمام. وعليها بقى معلقتين كبار سكر، وكمان معلقه صغيره من الشطه عشان يبقى سبايسي كده وطعمه جميل، وكمان نص كوبايه من الخل، وعليه نص معلقه فلفل اسود، ومعلقه صغيره يا جماعه من الملح. تمام. هقلب بقى المكونات دي كلها واحطها على النار. وبعد كده يا جماعه هجيب معلقه نشا كبيره هدوبها في ميه بارده. لازم ميه بارده عشان مش هينفع تحطيها على الكاتشب وهو سخن عشان مش تعمل اي تكتلات. هقلب بقى كويس جدا لحد ما اوصل للقوام اللي انا عايزاه. وده يا جماعه كده القوام اللي انا عايزاه. هنزله بقى من على النار واحطه في اي برطمانات من عندك بألف هنا وشفا. طعمه يا جماعه بجد والله العظيم نفسي تدوقوه. طعمه بالظبط زي اللي انت بتجيبيه من المحلات، وكمان طريقه موفره جدا جدا. شايفين يا جماعه كميه كبيره قد ايه؟ وكمان يا جماعه دوت كمان كيلو الا ربع طماطم، مش كيلو بالظبط. وعمل كميه القمر اللي انتوا شايفينها دي. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك. باي باي.